السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله فيديو جديد، كنتمنى ينال اعجابكم كما العاده. ما تنسونيش من لايك وبارطاج وكذلك الاشتراك فضلا وليس امرا. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه هذا وقتها، وما ديوش على الكواليس ولا التصوير الصراحه. كنقضي باش ما كان دائما نشارك معكم الاشياء البسيطه اقتصاديه وكذلك اللي خفيفه ودغيا كتوجد. هنايا درت عصير ديال الجزر، يمكن نديرو به بزاف د الوصفات. درت به عصير وكذلك درنا به واحد لاكلاص، صدقوني رائع في هاد الوقيته هادي، راه ولا كيسخن الحال. الصراحه كيجي لذيذ وكيحماقوا عليه الوليدات الصغار. وبالنسبه لهاد العصير المنعش، الصراحه ما تيخطانيش من الدار. تيبغيوه ليا وليداتي، كنبغيوه كاملين. وفي نفس الوقت ملي كنصاوبو كندير منه بزاف د الوصفات. كذلك دائما ملي كنشربوا العصير كنديروا لي كلاص، وانت تعرفوا بان الوليدات كيبغيو لي كلاص. اللهم الحاجه ديال الدار وكتكون صحيه مصوبه على يدك احسن. هنايا كما شاركت معكم انني مشيت للجوطيه، خديت الجزر. صراحه هذا النوع، هذا الجزر ربطه تبارك الله كبيره ب60 ريال. الصراحه كيعجبني هذا النوع ديال الجزر اللي فيه هكاك القبطه. كنت مشيت للجوطيه، شاركت معكم نيت واحد لا فيديو. خديت القبيطه ديالي، خديت الليمون. واخا الليمون غادي يكون في هذه الوصفه، غير هو ما غاديش يكون كثير، غادي يكون غير كميه قليله جدا. تقريبا واحد 3 د البرتقالات غادي نعصروهم. هنايا غادي نقطعوا داك الجزر، نحيدوا منه داك الخضوريه لان اصلا ماشي مزيانه حتى تكون في البطاطا، كتكون في جميع الخضر. نحاولوا ما نستهلكوهاش. هنا صافي غادي نغسل داك الجزر، غادي نديروه يتسلق. بغينا نديروه نسليقه، بغينا نسلقوه كامل، داك الماء ما غاديش يضيع، غادي يبقى فيه هو اللي غادي نطحنوه به. يعني لا ما بقاش داك الماء يعني راه ما غاديش نكبوه. هنايا صافي تقريبا تسلق ليا مزيان شويه ماشي بزاف. هنا غادي نحضر معكم العصير ديال البرتقال باش نوريكم غير الطريقه الصحيحه باش ما يجيكمش العصير مر. هنا حاولوا تعصروا البرتقال، حيت انا كنت كندير هاد الطريقه، كنقيها كامله وكنحيد العظومه وكنحيد حتى داك الجلده البيضاء. ولكن ملي كنطحن كلشي صراحه صدقوني وكنزيد الماء وداكشي كيعطيني العصير مر. هنايا ممكن تزيدوا اي فاكهه كتبغيوها، يا التوت يا الفريز يا الحامض يا الخوخ يا المانجا يا البنان. انا الصراحه كانت عاد خديت داك الخوخ، يلا شريته. وكذلك كان عندي داك الفخيز. يعني اي فاكهه بغيتو تزيدوها من الافضل، الا عندكم وحده ولا هذا ماشي مشكل، يعني من الافضل تزيدوا فاكهه مع هذا الجزر هذا. هنايا ضروري تعصروا هذوك 3 د البرتقالات. 3 د البرتقالات تبارك الله راه فيه الماء، راه عطاني تقريبا، هذا راه كاس كبير، يعني ماشي كاس صغير، ماشي كاس ديال العنبه، يعني فايت كاس ديال العنبه ديال البرتقال هو اللي نخدموا به هاد العصير هذا. وغادي يعطينا المذاق ويعطينا كل شيء. وداك الفريز اولا الخوخ اولا اي فاكهه كتهرس لينا داك المذاق ديال الجزر. هنايا كذلك ديك الحامض، الا بغينا نزيد واحد نص حامضه حتى هي كتجي زوينه وكتجي رائعه. صافي. وهنايا بغيت نشارك معكم الطريقه الصحيحه ديال هذا العصير باش كيجي معلك وكيجي خاتر وكيجيك بحال اللي معسل. انا فاش كيكون عندي الخيزو سخون، يعني من البوطه تيكون سخون، كنديرو في مولينكس. تيكون عندي سخون، كنزيد عليه ديك الماء. تقريبا انا غادي ندير يطرو د الماء. المهم انا غادي نزيد الماء. هنا كنوريكم ديك الجلده الصراحه هي اللي كتخسر العصير، دونك نحاولوا نعصروه. ديك الماء بارد مع ديك الخيزو اولا الجزر سخون كيعطي واحد التعليكه، واحد التعسيله لهداك واحد الختوريه ديك العصير. والعكس صحيح الا جبدناه من الفريغو. حيت انا يمي كندير كيلو د الجزر اولا هذا كنقسمو، كندير نص كيلو. دابا هذا غير نص كيلو، ونص كيلو الاخر راه عندي في الفريغو. الا جبدناه من الفريغو غادي نديروا له العكس، يعني نديروا له الماء سخون باش من نطحنو غادي يعطينا ديك التسيله وديك التعليكه. حيت هنا السر في السخون مع البارد، بحال اللي كنديروا في الرايب. يعني السخون مع البارد كيعطينا واحد التعليكه لهداك العصير ديالنا.
اولا حتى في الرايب، يعني الرايب بوحديتو هنا دخلناه في هذه الوصفه. المهم هنا تنقول لكم الا بغيتو تزيدوا العصير حتى هو ديال الحامض يعني الليمون زيدوه. هنايا عندي الكميه ديال الماء تقريبا يطرو وكاس ديال الثلج انا غادي نشاركها معكم. هنايا عندي كميه السكر، هذه راه صغيره كتبان لكم كبيره، ماشي بالا كبيره غير صغيره. كيبقى السكر اختياري، يعني انا كنحاول هنايا نقص باش نشرب واحد العصير طبيعي وصحي. يعني هذا هو الوقت ديال هاد العصائر، يعني كنبغيو في هذا الوقت، هاد الجو ساخن اللهم اجرنا من النار، هاد السخونيه ديال هاد الجو ديال الصيف كنبغيو دائما نستهلكوا الماء والعواصر. هنايا في هاد العصير نستهلكوا الماء وكذلك نستهلكوا الفواكه وكذلك غادي ننتعشوا. هنايا درت الكميه ديال الماء اللي بغيت، يعني انا نورمالمون الطوطال غادي ندير لتر د الماء وكاس ديال الثلج، حيت كما كنقول لكم الثلج هو اللي كيعطي داك التعليكه لهاد العصير. يعني انا مولفه كندير زلافه ديال الثلج، هنا درت واحد الكاس كبير. هنايا راه ما تنشوفش كاع في التصوير، غير كنصور كنكون مراقبه غير الكاميرا، كنتكفح ليا الماء على الجناب ديال مولينيكس، ولكن ماشي مشكل. في الاخير فاش طحنا داك العصير بهاد كيطرو د الماء بهذاك الكاس العامر ديال الثلج مع شويه سنيده مع الفواكه اللي بغينا، حصلنا على لتر ديال قرعه العصير فيها يطرو. وهذا الخلاط الكهربائي فيه 700 مليلتر، يعني تبارك الله راه علاين 2 لتر الا جينا نحسبوها. هنا الصراحه شنقول لكم العصير خاتر بارد منعش، حيت هو كيكون سخون من البوطه، ملي كنديروا له داك الثلج كيجي معلك وكيبرد، يعني بحال الا قلتي راه كنتي دايره في الثلاجه يعني ما تسنايهش تيبرد. جاكم العصير هنايا تنتيجك كنشارك معكم هاد اللقطه وسمعوا وليداتي اش كيقولوا. وهنايا غادي نقول لكم صدقوني العصير كيجي رائع ومجرب، وكذلك تيجي اقتصادي وكذلك صحي وكذلك مناسب لهذا الفصل ديال الصيف. ان شاء الله دائما غادي نشارك معكم وصفات مجربه وكذلك صحيه واقتصاديه وفيديو بسيط ان شاء الله. كنتمنى ينال اعجابكم. هنايا فيديو صراحه تقريبا هذا الفيديو هذا راه فيه تقريبا بزاف ديال يعني ديال هاد الوصفه ديال الجزر، يعني كل مره كنت كنديرو تجمعت الفيديو ما كتبش انني نحطو. هنايا كان عندي في المجمد، وهنايا من كنجبدوه من المجمد كنديروا له مباشره الماء سخون باش ديك البارد مع السخون باش كيعطي ديك التعليكه. هنايا ديروا اي فاكهه بغيتو، انا زدت الماء سخون على داك الجزر اللي عندي جامد، نزيدوا السكر اللي بغينا على حساب الذوق وكذلك الماء على حساب الذوق وغادي نعصرو. هنايا فيديو اخر كنت دائما فما كنصاوب هذا العصير كنصور فيديو باش نحطو، ولكن ما كتبش وليت كنجمع لقطات هكا عاد شاركت معكم هذا الفيديو. الصراحه انا كنت هنا خرجت واحد البليصه ديت ولدي للدونتيست، رجعت لقيت صاوبوا به يعني لي كلاص وديباناو من عندهم بالمعلقات. وهذا هنا دائما كنشارك معكم البساطه كذلك الوصفات السهله مهله. كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله ينال اعجابكم وبصحه وراحه العصير ولا كلاص. الى فيديو قادم ان شاء الله، دمتم سالمين.